ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل ناس كتير جدا، وبيجي كل يوم أسئلة منه وبشوفه على السوشيال ميديا. هو امتى هتظهر نتيجة سكن لكل المصريين 7؟ طب النتيجة هتبان فين؟ هو في تأجيل ولا خلاص قربت؟ وخصوصا الناس اللي دافعين 50,000 جنيه جدية الحجز ومقدمين من بدري ومستنيين بقلق. فركز معايا في الفيديو ده للنهاية، لأنه مش بس هيجاوبك على كل الأسئلة، ده كمان في تفاصيل رسمية وتحذيرات مهمة جدا لازم تعرفها قبل ظهور النتيجة. فلو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإذا كنت مشترك في القناة لايك وشير علشان غيرك يستفيد. أول حاجة خلينا نفهم القصة صح. الطرح اللي بنتكلم عنه اسمه سكن لكل المصريين 7، الطرح التكميلي لإعلان سكن لكل المصريين 5. يعني باختصار كده هو مش إعلان جديد خالص، هو استكمال لإعلان قديم، نفس الشروط ونفس الفئات، بس الناس ما أخدتش الفرصة. وده معمول مخصوص لمحدود الدخل المرحلة التانية اللي دفعوا جدية حجز 50,000 جنيه. نيجي بقى للسؤال المحير الكل، إمتى النتيجة هتظهر؟ لحد دلوقتي مفيش موعد رسمي محدد أعلن عنه الصندوق. الموضوع بياخد وقت ومش حاجة بتخلص في أسبوع ولا شهر. ليه؟ لأن الصندوق بيعمل حاجة اسمها فرز أولي وتطابق بيانات، وبيراجع كل متقدم على الورق على النظام وعلى قاعدة بيانات التمويل العقاري، فبيشوفوا مين اللي مستوفي الشروط ومين لأ. وده بياخد وقت خصوصا إن عدد المتقدمين كبير جدا، والإعلانات دي بيشارك فيها عشرات الآلاف. لكن في نقطة مهمة جدا لازم تعرفوها، الصندوق مد فترة الاستلام الفوري اللي كان بمقدم 25,000 جنيه لحد 31 ديسمبر، وده واضح على منصة مصر الرقمية مش على موقع الصندوق. وده بيخلي احتمال كبير جدا إن نتيجة الإعلان هتتأخر شوية لحد ما يقفلوا المرحلة دي. بس نتمنى إنهم ما يستنوش بعد 31 ديسمبر، لأن ناس كتير قدمت من شهر 9 والتأخير بقى صعب ومش ذنبهم. يعني ببساطة كده كل اللي مطلوب منك دلوقتي إنك تستنى بهدوء وصبر، وما تصدقش أي إشاعات ولا صفحات بتقول النتيجة ظهرت. كلها توقعات، إن هي بيقولوا هتظهر خلال الشهر ده، وفي ناس بتقول في أوائل الشهر التاني، فكلها توقعات. أول ما النتيجة هتظهر هتعرف إزاي؟ في طريقتين. أول حاجة الصندوق بيبعت لك رسالة على رقم التليفون اللي قدمت بيه. الرسالة دي بتقول لك لو أنت منطبق الشروط أو غير منطبق، بس خلي بالك الرسائل مش بتوصل للكل في نفس اللحظة. يعني ممكن توصل لناس النهاردة وناس بعدها بيومين، فلو ما جالكش رسالة ما تقلقش. الطريقة التانية هتدخل على منصة مصر الرقمية وهتسجل دخول، ولو كنت غير منطبق هتلاقي السبب مكتوب واضح زي نقص ورق أو دخل أعلى من المطلوب أو بيانات مش مطابقة، وساعتها تقدر تقدم تظلم وتصلح الوضع قبل ما يقفلوا المرحلة. ولو كنت منطبق فده معناه إنك اتقبلت مبدئيا، بس لسه مش معناه إنك هتدفع الأقساط فورا. لازم تستنى لحد ما فترة التظلمات تخلص، وبعدها الصندوق بيبدأ فرز جديد لتحديد الأولوية. طب يعني إيه أولوية؟ بمعنى إن في المدن اللي فيها ضغط كبير زي أكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة، الصندوق بيشوف مين اللي ليه أولوية أكتر حسب الحالة الاجتماعية، السن، عدد الأفراد، الدخل. واللي بيتأخر أو بياناته ناقصة بيتحول تلقائيا لطرح تاني بعد كده. وده اللي مضايق ناس كتير الحقيقة، لأن في ناس مقدمة من سنين ولسه ما استلموش. فالمفروض الصندوق المرة دي يوفر وحدات كفاية لكل المتقدمين المنطبقين، زي ما حصل في الإعلان ال16 لما عملوا طرح تكميلي وسكنوا الناس كلها. ليه دايما نفضل نستنى طرح ورا طرح وسعر الشقة والقسط كل مرة يعلى؟ المفروض اللي دفع واستوفر الشروط ياخد فرصته حتى لو الاستلام بعد شوية. التحذير المهم جدا اللي لازم الكل يعرفه، في ناس بدأت تتصل بالمتقدمين وتقول لهم إحنا جايين نعمل استعلام ميداني من الصندوق، ويطلبوا فلوس أو صور بطاقات أو مستندات. وده نصب 100% يا جماعة. الاستعلام الميداني الحقيقي ما بيبدأش دلوقتي خالص، الاستعلام بيحصل بعد ما بيتم قبولك وتدفع الأقساط الربع سنوية، وساعتها الصندوق بيكلف مستعلمين رسميين بيتواصلوا معاك قبل ما بيجوا. فلو حد خبط على بابك وقال أنا من الصندوق، اطلب منه بطاقة التعريف الخاصة بيه، ولو شكيت لحظة واحدة ما تدلوش أي ورق وما تدفعش ولا جنيه. فحافظ على أوراقك كويس جدا وكراستك والإيصالات، وخلي رقم التليفون اللي قدمت بيه دايما شغال. ولو غيرت الرقم أو ضاع لازم تحدث بياناتك في الصندوق فورا عشان ما تضيعش حقك وقت الاستعلام. فخلي بالك من أي حد يقول لك هخلص لك النتيجة أو لأي حد جوه الصندوق، الكلام ده نصب في نصب.
النتائج بتطلع إلكتروني رسمي من الصندوق، مفيش أي حد ليه يد يغير أو يعدل. اصبر وثق إن حقك مش هيروح، كل اللي قدم وملتزم وموقفه سليم بإذن الله هيجي دوره، بس محتاجين صبر لأن الأعداد كبيرة جدا والفرز بياخد وقت وده طبيعي. حابب أقول لكم حاجة مهمة جدا، مفيش تعب بيروح هدر ومفيش خطوة أخدتها في الطريق السكن إلا وهتتقفل بخير بإذن الله. كل واحد حلمه شقة ليه ولأولاده، وكل جنيه دفعته هو استثمار في أمانك ومستقبلك، فخليك متابع معانا دايما لأن أول ما النتيجة هتظهر رسمي هكون معاكم لحظة بلحظة، هنعرف فيه كل التفاصيل واللي هيتم بعد كده. اعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك، واشترك في القناة وفعل الجرس على الكل عشان توصلك كل الأخبار الجديدة، وانتظروا الفيديوهات الجاية.